بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أيها المشاهدون أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج لافتات أحوازية، مستمرين في هذا البرنامج لتعرية ثقافة الحسينية، لتبيان مخاطر ثقافة الحسينية، لتوضيح هذا الخطر اللي صاير مثل المخدرات. ثق ان خطر المخدرات وخطر هؤلاء الملالي وثقافة الحسينية وما يروجه هؤلاء الملالي من خرافات ومن خزعبلات ومن بدع لا يقل أبدا خطرا، لا يقل خطرا عن ثقافة أهل المخدرات، لا يقل خطرا عن المخدرات بنفسها. نعم، هذه المخدرات اللي تنشرها الحسينية هي هذه الثقافة. المخدرات في الحسينية تتمثل بهذه الخرافة، ثقافة الحسينية، البدع. أنت تجي تقول لي أهل البيت، أنا أجيب لك مثال من أهل البيت حتى نعرف حقيقة ثقافة أهل البيت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا العملاق تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني اللي يتابعونه أتباع ثقافة الحسينية. طيب، أيهما أولى أن نأخذ به؟ ما يقوم به الملالي والمراجع وما تنشره ثقافة الحسينية، أما يقوله علي بن أبي طالب وما يريدنا أن نكون عليه علي بن أبي طالب؟ نتبع من إحنا؟ لما نجي نشوف هاي المقامات وهاي الأضرحة اللي تجمع لها الأموال، تجمع لها يعني القناطير المقنطرة من الفضة والذهب، ويبنون بالأحواز. أنا ما أريد أتكلم الآن عن المقامات بمشهد وقوم وكربلاء والنجف، لا لا لا، أنا أريد أتكلم الآن فقط في الأحواز. عندما تجمع هذه الأموال وهذه الثروة من الذهب والفضة لبناء علي بن مهزيار. منو علي بن مهزيار حتى أنت تبني له قبر؟ هو أساسا القبور بناءها جائز بهذا الشكل؟ حتى أنت تجي تبني علي بن مهزيار كان كاتب أو خادم أو شايشي ما أدري، حمال عند الإمام الرضا، عملت من عنده مقام مقدس. اسمع ماذا يقول علي بن أبي طالب حتى تعرف أنه إحنا نتبع من؟ نتبع علي بن أبي طالب، ثقافة علي بن أبي طالب اللي تربى عليها ثقافة الإسلام، ولا نتبع ثقافة المرجعية وثقافة الحسينية؟ عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا ساويته أو سويته. يعني تمثال، نعرف الأصنام اللي الآن حاطين تمثال للفردوسي وتمثال للخميني وتمثال الخامنئي وهي التماثيل المجسمات،
علي بن أبي طالب وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له أطح بها. وعلي بن أبي طالب أيضا وصى أبي الهياج الأسدي أن يطيح بهذه القبور. الآن أنتم شايفين قبر علوه 2 وقبر علوه 1 وقبر علوه 1.5 متر. طيب علي بن أبي طالب وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اهدمها، وهو وصى صاحبه أبي الهياج الأسدي قال له اهدم. طيب أنتم شو اللي يخليكم تجون تبنون هاي القبور؟ شو اللي يخليكم تجون تبنون هذه المجسمات وهذه التماثيل إذا كنتم فعلا أنتم أتباع علي بن أبي طالب وتأخذون بكلام علي بن أبي طالب، وإذا كانت فعلا ثقافة الحسيني هي ثقافة أهل البيت؟ ليش تخالفون؟ فهمنا تخالفون قول الله لأنه القرآن عندكم مشكوك في صحته، في نقص وفي زيادة وفي كما تقولون والعياذ بالله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الرواة البخاري ومسلم والآخرين غير صحيحين السند عندكم لأنهم من أهل السنة. طيب علي بن أبي طالب هم تطعنون بهم وأنتم عندكم هذا علي بن أبي طالب بعد يعني ليس على بعد قوله قول. إذن عزيزي المشاهد، إذن أخي الأحوازي، حتى تعرف أنه هذه ثقافة منحطة، ثقافة خرافة وبدع، هذه مدمرة لك لعقلك ولإنسانيتك ومدمرة لقضيتك. فما عليك أيها الأحوازي إلا أن تقاطع ثقافة الحسينية، تقاطع الحسينية وتعود إلى ثقافة القرآن، ثقافة أهل البيت الحقيقية. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في لافتة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.